الخليج اليوم تقريبا البطل الذي أو الفريق الذي لا يهزم في الغالب. بالنسبة إلى نادي الهدى، أنا أشوف أن عنده لاعبين جوهرتين ما استغلهم. مراقب المباراة قال له أنا ما استدعيتك للحدث ولا عندي شيء أقول لك، أنت تتجه للملعب وتعطي قرارك بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد آل محسن، وهذه الحلقة الثانية من برنامج توك شو فينيكس. توك شو فينيكس يناقش أبرز أحداث كرة اليد السعودية للموسم الحالي 2025-2026. في هذه الحلقة سنناقش أبرز أحداث نهائي كأس السوبر بين الهدى والخليج الذي أحرز فيه نادي الخليج البطولة، كما سنناقش أبرز أحداث مباراة الهدى والأهلي في بطولة الدوري والتي صاحبتها أحداث كثيرة، وأيضا مواضيع أخرى بإذن الله. فأهلا وسهلا بكم. يشاركني في هذه الحلقة أعضاء أكاديمية فينيكس إبراهيم الخيري وسيد علي الهاشم. أهلا وسهلا بكم. هلا، حياكم الله. إبراهيم، كيف الحال وكيف شفت نهاية السوبر هذا الأسبوع بين الهدى والخليج؟ والله نهائي السوبر صراحة كان يعتبر محفل، وبداية أول بطولة يلعبوها كنهائي في الموسم، فكان يعني جميل إن احنا نزيد المنافسة، نزيد يعني الحماس في الدوري، تشوف جمهورين كاملين في حاضرين في الصالة، يعني كان شيء جميل جدا. حتى أداء المباراة نفسها كانت حماسية يعني، وفيها تكارب في النتيجة، فكانت حلوة صراحة. جميل. سيد علي هاشم، هل المباراة ارتقت فنيا لأن تكون نهائي سوبر؟ نعم، ارتقت المباراة فنيا لأنها تكون نهائي سوبر، لأن المباراة يعني كانت نتيجة متقاربة. أبرز الأحداث كانت نتكلم جول بجول. صح إن في لحظة من اللحظات فرق الخليج في المباراة، ولكن الهدى عاد. المباراة جدا جميلة يعني، وبالعكس كانت راقية وترتقي أنها تكون نهائي سوبر. نعم. إبراهيم، لو رحنا للمباراة فنيا، ما هي أبرز نقاط قوة الخليج، وأيضا ما هي أبرز نقاط قوة الهدى، وهل كان هناك نقاط لم يستغلها فريق على الآخر؟ بالنسبة لي أبرز نقاط الخليج واللي خلته تفوز أو اللي خلى الخليج يفوز أنه عنده دقة في التسديد، وعلى مركزين بس. عنده حسن التريك في الجناح، دقة تسديده ممتازة، وأيضا عنده وأيضا عنده منصور سيهاتي في دقة تسديد البلنتيات. يعني أنت اليوم وش يحصل لك؟ عندك لاعب كل بلنتي قاعد يسدده. هي فعلا منصور سياتي يعني فرق في البلنتيات. يفرق معاه. نعم. بالضبط. يمكن جاب 6 أو 7 خلينا بلنتيات. نتكلم خمسة بلنتيات. يعني اليوم بلنتيات سلاح في كرة يمكن اليد. كان في حراسة الهدى 3 حراس، صحيح، وثلاثتهم فشلوا في التصدي لأي بلنتي. تنوعوا كلهم في الحراسة، وللأسف يعني ولا واحد منهم صد ولا بلنتي. فهذه نقطة يعني يمكن حتى أغلب الأفريقيا الموجودة في الدوري ما عندها يعني ما إنه واحد صعب يقدر متخصص رغم يعني. وجود محترفين في الخليج طول هالسنوات، لكن حافظ منصور سيهاتي على أنه مسدد ركلات الجزاء. فهذه هي أبرز النقاط لنادي الخليج. بالنسبة إلى نادي الهدى، أنا أشوف أن عنده لاعبين جوهرتين ما استغلهم. المحترفين؟ مين؟ لا، منير مدن وحمدي الرابد. ممكن كلامك صحيح، ولكن اللي أرهق أنا أشوف بالنسبة لي الهدف في المباراة هذه هو أن المحترفين كانوا اليوم بس دفاع هجوم دفاع. يعني كان المركز عليهم يعني. بالضبط، كانت المباراة متمركزة على المحترفين اثنينهم يعني، وكان اللعب فردي. نعم. ما في منظومة جماعية قاعد تشتغل اليوم. نتكلم نيمانية حول 60 دقيقة قاعد يدافع يهاجم. كيف أنا طالب اللاعب يعطيني عطاء هجومي عالي وهو في نفس الوقت قاعد يدافع ويهاجم؟ من كرة اليد اليوم صعبة ترى، اني اطلع فاست بريك وارجع واروح وارجع. هذه كلها خصوصا ايضا ان الخليج عرف ان نقاط قوة الهدى اللي تركز عليها الهدى هو نيمانيا ودوترا. صحيح. لذلك اقفل عليهم. بالرغم ان الهدى عنده حلول يعني في النهاية، عنده زي ما تفضل ابراهيم، عنده منير مدن، عنده حمدي ابو عبيد، عنده خطط كثيرة وبديلة يستغلها يعني، وعنده ترسانة لاعبين ليست بالسهلة يعني. اليوم قيمة الهدى سوقيا عالية جدا جدا يعني. ومع ذلك يعني مدرب الهدى كان مركز على التسديدات بشكل يعني كبير، حيث انه يحاول. صحيح. عدم استغلال يمكن الأجنحة يعني. لو لاحظنا مثلا الفارق بين جناح الهدى حسان غزاوي وبين حسن التريكي. حسن التريكي يمكن أحرز من الجناح 6 من 7 أهداف. حسان حصل على 3
تقريبا فرص 3. وسجل 2. يعني واضح ان الهدف كان يركز على العمق. بالضبط، وزياده تسديدات في العمق. يعني انت تتكلم عن دوترا الحارس مسجل او مسدد 18 تسديده وجاي منها 8. بالرغم انه كان في اخطاء هجوميه من الخليج، استغل بعضها الهدف، والهدف ما استغل، يعني استغل البعض والبعض ما استغل. اللي ما استغله اثر على الهدف شوي. نعم ابراهيم، لكن في المباراه لو يعني قلنا ان الهدى ركز على نيمانيا وعلى دوترا، في نفس المباراه لاعبي الهدى تسابقوا على اضاعه الفرص ايضا. يعني ممكن انت بعض الاحيان تلوم المدرب انه انه ركز على اللاعبين مثلا المحترفين، لكن لاحظنا انفرادات، لاحظنا هجمات للاعبين كان بامكانهم يستغلوها او ينفذوها بشكل افضل. صحيح. كيف شفت هذا يعني الاهتزاز الهجومي عند الهدى؟ يعني هو صراحة أن حتى لو أنت ما بتقدر تلوم المدرب بشكل كامل ولا اللاعبين، ولكن بالأخير أنت ما تدخل مباراة إلا عندك نسبة متأكد منها في التدريبات أنك راح تسجلها. هم ممكن، بس خلنا نقول ان الهدى اليوم الأجنحة مثلا ما خدمته في بعض المباريات، أو خصوصا في مباراة السوبر. يعني في إضاعة فرص بالجملة. منظومة أشوفها فردية مو جماعية يعني. وهذه يتحمل مسؤوليتها بناء الفريق، يعني تكوين الفريق هو المشكله، لا لو في مشكله في الجهاز الفني عدم التعامل اليوم الأفضل بعض مع الأحيان، اللاعبين. اليوم لما نتكلم فنيا كل مدرب يمتلك فلسفة خاصة فيه يعني، وما بيتنازل عنها طبعا. بعض الأحيان المدرب يكون محضر لسيناريو معين قبل المباراة، يتفاجأ صحيح. أن السيناريو هذا ينكسر داخل المباراة. هنا يجي ردة فعل المدرب والفريق. نعم. إذا المدرب كان محنك، لا عنده حلول 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 ما توقف. بس إذا اكتشف أن الخطة أو المنظومة اللي بانينها للمباراة هذه انكسرت، هنا يكون الخلل. ابراهيم نفس السؤال تقريبا، الهدى مشكلته في تكوين الفريق كلاعبين يعني غير منسجمين مع بعض، ولا لا المشكله هي عدم وجود مدرب يتعامل مع هذول اللاعبين؟ طبعا بالنسبة للمدرب الهدى يعني احنا ما نقدر بعد أن نظلمه. ممكن أن الاستاف اللي عنده أو ما عنده استاف هو أساسا لا عنده ستاف، عنده محلل أداء، عنده معد مقارنة بدني. بديمتروس. اللي عنده ستاف عنده محلل بدني اللي هو محلل أداء، معد بدني، مدرب حراس، مساعد مدرب، وهو يعني عنده منظومة. مفترض انه طاقم متكامل. مفترض متكامل. الهدى يمكن بعد بدايه الشوط الثاني عده دقائق ما جاب اهداف سيد علي. هي هذا اليوم ما استغل شوط المدربين اللي نسميه احنا الشوط الثاني. هذا اليوم المدرب لما نتكلم احنا ربع ساعة عنده، بعد الربع ساعة 7 دقائق أو 8 دقائق تقريبا ما يسجل. اليوم خلل كبير هذه. هل يتحمل المدرب مسؤولية اللاعبين إذا ضاعوا فرص سهلة؟ الاثنين يتحملوها. بس نتكلم احنا اليوم لو الهدف سجل 3 أهداف أو هدفين من ال8 دقائق هذه أو من 7 دقائق هذه، اليوم الهدف فايز. يمكن تفرق معاه. إذا هذه تفرق جدا. صحيح. إبراهيم بسألك عن الحراس. الهدى ممكن كان عنده 3 حراس في المباراة، حسن تريك ونذير وأيضا النصفان. هل استغل الهدى الحراس بشكل جيد؟ خصوصا انهم حراس جيدين يعني مفترض. هو إذا بتاخذها كنسبة وتناسب بين حراسات الخليج والهدى بتشوف إنه في تقارب في النسبة، بس هل تغيير الحارس تريك كان في الوقت الصحيح ولا لا؟ هي اللي فيها إشكالية. أنت عندك قدرات مثل نصفان وعندك نذير أيضا، تقدر تستغلهم يعني بشكل أكبر. صحيح إن شفنا أشركهم في كل البلنتيات، كل رميات 7 متر دخل حارس 2 3، بس لكن في المباراة نفسها أحس أن كان في تدخل للنصفان لو صار قبل يمكن تتغير النتيجة. أنا بالنسبة لي اليوم الحراس ولو كانوا كلهم عندهم إمكانيات جيدة، لكن اليوم كمدرب أنت المطلوب عليك تقرأ المباراة. كيف تقرأها؟ اليوم الحارس هذا إمكانياته تتناسب مع مجريات المباراة الحالية هذه. يعني ممكن الحارس يكون عنده مرونة عالية، ممكن الحارس عنده قوة في التصدي من الجناح، عنده قوة في التصدي من أو في لحظة هبوط في المباراة نفسها بالضبط. ممكن يتبدل. أنت تشوف وين حارسك يتناسب وتكمن قوته في وين، أنزله أنا. يعني مثلا شوط كامل أنت شفت قاعد تريكي يسجل في الجناح، منو أقوى حارس عندك يشيل من الجناح؟ بالضبط. المفروض أنت مجهز له أوريدي. حتى في التدريب يعني مدربين الحراس في التدريب مثلا يعرفوا ان قوه ضعف الخليج او القوه حقت الخليج في مثلا مركز الجناح، تدريبات اللي قبلها بيوم كلها على مركز الجناح. انت تشوف اللعب وين رايح تتصرف فيه يعني. جميل. تقريبا اوجزنا اسباب خساره الهدى للمباراه النهائيه. نروح للبطل الخليج اللي من 3 سنوات تقريبا يسيطر على البطولات المحليه. اليوم هو فريق او اكثر من 3 سنوات. الخليج اليوم تقريبا البطل الذي او الفريق الذي لا يهزم في الغالب. يمكن اذا صارت هزيمه هي استثناء. ابراهيم كيف شفت الخليج؟ اسباب وصول هذه الخليج لهذه المرحله؟ اكيد الاستقرار. فعلا اتفق. اليوم ستاف الفني 4 سنوات
حصد تقريبا 16 من 20 بطولة شارك فيها ديمتروس. اليوم نتكلم عن رقم عالي جدا. بالضبط، يعني انت اذا عندك مدرب مستقر لهذه الفتره، يمكن شفناها بعد في منتخب البحرين، صحيح. وهذا اللي اثر عليهم ان البحرين الى الان هم كلهم متفوقين علينا في البطولات، يعني اذا يشاركوا ويانا في المنتخب يعني في المنافسات الدوليه. المهم، لكن ديمتروس نفسه استقراره في النادي ومع الستاف حقه ومع يعني ركيزه من اللعيبه، هذه خلته انه يتفوق في هالسنوات فعلا. بالضبط. طيب في المباراة لكن ما بين فارق كبير ممكن مع الهدف، هل طرد سيد علي أثر على الخليج في هذه المباراة؟ اكيد اثر، يعني حتى بالارقام، يعني ان جواد جفال يمكن في تسديده صريحه ولا تسديده. هو طبعا قوة في دفاع الهدف هذا ايضا انه صحيح. مسكر على هذا المركز بالضبط، ولكن انت اذا ما تقدر توصل الى الدائرة يعني يعتبر شوي صعب نقطة ضعف تفكك يعني. الدفاع. اليوم طرد السيد علي أثر. طرد السيد علي جاء مبكر جدا. ممكن الطرد هذا يأثر لك حتى ويربك لك حسابات المباراة. يعني اليوم انت باني خطة فنية وداخل بصورة فنية معينة، خصوصا السيد يدافع فعلا ويهاجم، ويهاجم. يعني مو فالطرد هذا مؤثر، ممكن نقول مربك هذه ممكن للمباراة. نقول هذه هي اللي خلت نتيجة متقاربة، إيه. أحد أسبابها ممكن. الأساسية. ممكن. نعم. ننتقل لموضوع آخر وهو مباراة الهدى والأهلي وما صاحبها من أحداث. إبراهيم، مباراة دراماتيكية خصوصا في الهجمة الأخيرة صحيح. اللي نتج عنها هدف للهدى، اعتراض من الأهلي. حطنا في التفاصيل الهجمة الأخيرة بشكل سريع. طبعا كان موجز سريع اللي صار هو بالضبط ان على اخر 18 ثواني تقريبا شاتها دوترا، صدها جهاد حارس الاهلي وطلعت الكرة من خلف الشبك. استغل الفرصة حسين التاروتي، باقي كم من ثانية، اخذها من ورا الشبك وشاتها. بس لحظة، بس لما طلعت خارج المرمى ايه المفروض الحكم ما أشار إلى شيء. بالضبط. صحيح، ما شاء. هني الكلام ان الحكم ما اشار الى اي حاجه، ان هل هي ضربه مرمى ولا هي ضربه زاويه ولا هي انتهت المباراه. ما انتهت أكيد لأنه باقي ثواني. ما انتهت. ما انتهت. فعشان كذا حسين تاروتي استغل هذه الثوره، ومع الضغط لعله تغير راي الحكم. يعني ما ادري وش صار صراحه بعد ما راح. انا كنت حسين تاروتي أخذ الكرة وشاته في المرمى، إيه سجل هدف. بعدين الحكم الحكم أيضا لم يحسب الهدف في صحيح. البداية. ايوه صح؟ صحيح. يعني خطأين. خطأ الأول أنه ما أشار ما أشار لوضع الكرة. هل هي الأهلي، هل هي الهدى، هل هي ضربة للحارس، هل هي حسين التاروتي ما أشار إلى الهدف. صحيح، ما أشار. طيب هنا انتهت المباراة. صحيح. بعدين اتجه الحكم باتجاه اللي هو رئيس لجنة الحكام، المراقب المباراة ورئيس لجنة الحكام، السوبرفايزر يعني. اتجه له، صار بينهم الكلام. مراقب المباراة قال له أنا ما استدعيتك للحدث ولا عندي شيء أقول لك، أنت تتجه للملعب وتعطي قرارك بنفسك. اتجه الحكم بفردية واتخذ القرار بدون مشورة الكابل أو المساعد اللي معاه في المباراة. اتخذ القرار. انتهت المباراة هنا. اتخذ قرار أنه احتسب الهدف. أنه احتسب الهدف. الآن النتيجة النهائية الأهلي فايز على الهدف، فرق هدف. صحيح. الهدى أيضا سيستأنف على صحيح. القرار، ويبدو عندهم 48 ساعة سيد علي. مجرد 48 ساعة بعد صدور القرار مباشرة تحسب 48 ساعة، بعدها يعد الاستئناف باطل. طبعا الملفت أن الطاقم التحكيم أدار مباراة جيدة باستثناء الهجمة الأخيرة وهي الأهم. آخر خطأ هو يمكن هو اللي يعني مجهول مباراة كاملة انه سف أضيع بشكل صحيح. ايوه. انا يعني حسب المعلومات ان طاقم التحكيم الان يعني هو موقوف حتى اشعار اخر. صحيح. يعني حسب المصادر يعني. بإدارة مباريات. صحيح. نروح للمحور الأخير، موضوع قائمة المنتخب السعودي. هذا الأسبوع ما في جولة في الدوري السعودي بالضبط. صحيح. في معسكر المنتخب السعودي من تاريخ 25 سبتمبر إلى 30 سبتمبر. إبراهيم، القائمة كيف شفتها ناحية مبدئية؟ والله القائمة واعدة، يعني شفنا فيها أسماء ذو خبرة وأيضا أسماء ثانية حق لاعبين خلينا نقول خبرتهم أقل ولكن واعدين جدا في الملعب. في ناس قالوا حتى أن استغربوا مثلا ديمتروس هو المدرب، طبعا أول مرة بيستلم المنتخب. صحيح، أول مرة. وأن جعفر الصفار هو الأساسي في فريقه، مع ذلك ما استدعى. أنا أشوف القائمة متزنة، يعني وديمتروس ما خلط بين إنه مدرب الخليج ومدرب للمنتخب. هذا شغل وهذا شغل مختلف. اليوم المنتخب يمر 3 بطولات. عنده بطولة التضامن الإسلامي، عنده بطولة كأس العرب، وعنده بطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم. الغريب في الموضوع أن اليوم عندي مدربين للمنتخب معلنين. المدرب السابق إيسودرو مارتينز وعسكر معاهم من قبل كذا معسكر،
وعندي المدرب الحالي ديمتروس. الظاهر الخليج. ظهر انه بيخصصوه الى الفئات الشباب. حسب مفروض المعلن يعني. ان ديمتروس بيمسك بطولتين اللي هم تضامن الاسلامي وبطوله اسيا للرجال المؤهله لكاس العالم. بقى عندي بطوله كاس العرب، هل بيمسكها يسودرو مارتينيز او بتحال ايضا لديمتروس، او يسودرو ممكن زي ما تفضل ابراهيم الان يشارك في الفئات السنيه الفئات فقط السنيه يعني. كمدير فني او كمدرب. لسه محتاجين التحديث في الايام القادمه. نعم. ابراهيم، الاسبوع الماضي منتخب الاشبال كان عنده بطوله اسيا. بالضبط. تابعته وكيف كان؟ تابعته وسوينا لايف لايف بعد في القناه. صراحه يعني ابهرني الفريق. يعني حتى كارقام، ترى ارقام واعده كانت. يعني اذا بتتكلم عن اخر مباريات ضد البحرين وضد كوريا، البحرين انتهى الشوط الاول متقدمين. خسرنا فرق هدف يبدو. ايه على الاخير، يعني على الاخير خسرنا فرق هدف. ولكن ايضا حتى عندنا مباراه كوريا كانت في الشوط الاول متعادله 15-15، وبالتالي انتهت في الاخير تعادل ايضا بين الفريقين. فانت تتكلم عن فريق الان قادر انه يجاري او حتى يعني ياخذ المباراه، بس لكن على الاخير كم ترتيب المنتخب؟ يعني زي ما تقول. طبعا الترتيب اخيرا لعب ضد الكويت تحت مركز 5 سادس وفاز واخذ المركز الخامس. فاز منتخب سعودي وصار خامس منتخب البطوله. جيد للامانه. في اسماء بارزه، يعني مثلا عندك حسن العليوات، عبد الله محمد لو لعب مضر. ولو ان سيناريو مباراه البحرين ذكرني بسيناريو نفس الجيل هذا ونفس الفريق بالضبط، يعني مع المدرب سيد هاشم الشرفه في المنتخب صحيح. المدرسي. نفس الهزيمه كانت من البحرين بنفس الفكره يعني. وايضا هزموا اذكر مع السيد جعفر ابو الرحي في منتخب الاشبال بعد. بالضبط. نفس الوضع يعني صار، ولكن الفريق جدا يعني نقول ان جيد. شاء الله عندنا بوادر. لا منتخب جدا لاعبين مستقبل جيدين. جدا جيد، خصوصا في ولكن لاعب ينقصهم بعض الخبرات البسيطه يعني هذه مكتسبه مع الوقت. باسل المحسن لاعب نادي القاره، هو صراحه انا اشوف له يعني مستقبل كبير ان شاء الله اذا كمل في اللعبه. جميل جميل. رحب فيكم من جديد. انضم لنا عمار نخلاوي. عمار مقدم فقره برا الستة، هي احدى فقرات برنامجنا التوك شو. طبعا يا جماعه الخير باقي بالضبط ساعه ونص على ما تبدا المباراه، وما شاء الله طبعا جمهور الخليج يعني باقي ساعه ونص وعبى منطقه كامله ما شاء الله. وش توقعاتك لنهائي السوبر؟ ما يبغى له كلام. خلجاويه؟ الجاوية فارق كم من تقريبا؟ 7-5. طيب من هو اللاعب اللي في قائمه الخليج اللي تتوقع راح يصنع الفارق؟ مجتبى سالم ومهدي سالم ان شاء الله. تمام يعطيك العافيه. الله يعافيك. من اللي تتوقع راح يفوز؟ اكيد احنا الهدف ان شاء الله. زين توقعوا فارق كم؟ 3-5-1 كذي. لا 30 تمام فاركم الفوز ان شاء الله. ان شاء الله. وش توقعاتك لنهائي السوبر؟ ان شاء الله الفوز للخليج. فارق كم؟ فارق 3. طيب من هو اللاعب اللي في قائمة الخليج اللي تتوقع راح يصنع الفارق؟ مجتبى سالم. تمام يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا يا جماعة الخير زي ما شفنا انتهى الشوط الأول بفارق الهدف 1 إلى الخليج. طبعا يا جماعة الخير شفنا شوط أول تكتيكي، شفنا دفاع محكم من الهدف. طبعا استطاع الهدى يعني انه يسيطر على الدفاع ويمسك المباراة صراحة ولو بعض الأغلاط البسيطة، ونترقب إن شاء الله الشوط الثاني بإذن الله. طبعا شفنا في الشوط الأول يعني دفاع محكم من الهدى وتقدم للخليج فارق هذا. وش توقعاتك الشوط الثاني؟ توقعات ان الشوط الثاني نيمانيا ودوترا بينفجروا، بيقدموا اداء قوي الصراحه، وبنطلع فرحانين. الخليج بيخسر في فرق 3. تتوقع تروح إلى الأشواط الإضافية ولا؟ ما اتوقع. تمام يعطيك العافية. الله يعافيك. وش توقعاتك في الشوط الثاني؟ ان شاء الله بنتقدم ويتحسن اللعب اداريا وفنيا وان شاء الله توقعاتكم بتاخذوا البطولة؟ ان شاء الله يا رب. تمام يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا شفنا في الشوط الأول شفنا دفاع محكم من الهدى، فوش رأيك باللي صار صراحة في مجريات الشوط الأول؟ والله المستوى صراحة متقارب، بس مستوانا شوي ضعيف. المفروض الحارس والهجوم بالضبط كان الحارس كان ثغرة الهدى الحارس بالضبط. ايوه وتضيعوا واجد ترى، والله ضيعوا واجد. المفروض احنا مقدمين الحين. الوردي ترى ابطال، عنده لاعبين منتخب ولاعبين على مستوى بالعمي، والخليج عنده لاعبين بعد، بس احنا نبغى نفوز بالعمي، وان شاء الله الهدى يفوز ان شاء الله برجع والله بلاعبين هذين، والله لاعبين ابطال يا العمي. ان شاء الله يعطيك العافية. الله يرحم والديك ويطول عمرك بعد. حياك الله. طبعا شفنا في الشوط الأول شفنا دفاع محكم من الهدى، وشفنا خروج سيد علي كان مؤثر. وش توقعاتك الشوط الثاني؟ وش توقع يصير؟ ان
شاء الله والله يعني الدفاع الهدى يعني ما شاء الله صارب بس كان دفاع الهدى كان العلامه الفارقه في الشوط الاول. صحيح، بس يعني نقول ان شاء الله في الشوط الثاني نجتهد في الهجوم والدفاع ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك العافيه. حياك. طبعا يا جماعة الخير نهاية السوبر السعودي، طبعا شفنا مباراة يعني تكتيكية بدرجة أولى، شفنا دفاع الهدى، شفنا دفاع جدا صراحة محكم، وشفنا يعني نادي الخليج يعني قاعد يلعب على أبسط الأخطاء. طبعا نهاية المباراة بفارق الهدف واحد، راح ناخذ آراء الجمهور. ألف مبروك. الله يبارك فيك. فوز صراحة مستحق. فوز مستحق وصعب. مدربكم صراحة قدر يعني يستغل خروج سيد علي ويتغلب على دفاع الهدى. رب ضارة نافعة، يعني سيد علي لاعب كبير وتأثرنا بالضرب، بس مهدي وعوض الغياب. صحيح، يعطيك العافية. الله يعافيك. فوز مستحق للخليج. اي والله، الف مبروك. كلمة توجهها للجمهور. الف يستاهل الجمهور ده كل الفوز ان شاء الله. طبعا كان جمهوركم جمهور صعب صراحة. جمهور رقم واحد ما يحتاج. يعطيك العافية حبيبي، الله يوفقك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. طبعا فوز مستحق، ومدربكم صراحة قدر يتعامل مع خروج سيد علي. كلمة توجهها للعيبة. اعطيهم العافيه وما قصروا صراحه، قضوا اللي هو لعبوا مجهود عالي، الحمد لله رب العالمين. مع المجهود ده يبني الفوز، الحمد لله رب العالمين. كلمة توجهها للجمهور. يعطيهم العافيه والله ما قصروا. شوف الجمهور ده صراحه ما قصروا يستحقوا الفوز صراحه. ألف مبروك. الله يسلمك. هارد لك. وش توقعاتك؟ وش الاسباب اللي خلت الهدى يخسر؟ والله شوف الموضح يعني الواضح لنا حكام، بس الفريقين اثنينهم لعبوا. صحيح. النهاية سيارة الأرض كلها واحد. فعلا، يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي. اهلا بكم من جديد. ينضم لنا الزميل عمار النخلاوي. عمار، انت مقدم فقره برا ستة. صحيح، حياك الله محمد، اهلا وسهلا. فقره هي لقاءات مع الجمهور. صحيح. فكره من هذه طبعا الفكره من برنامج برا الستة، طبعا ان احنا نسمع صوت الجمهور وناخذ انطباعهم عن المباراه قبل المباراه طبعا وبعد المباراه، حتى اخذت اثناء حتى بين الشوطين. نعم، نزلت للجمهور حاولت اخذ انطباعهم عن المباراه. جميل. خلينا ناخذ في المباراه الاخيره، مباراه السوبر. صحيح. انت حضرتها من البدايه او قبل البدايه؟ الساعه كم حضرت المباراه؟ صحيح، انا كنت تقريبا متواجد 3:30 4. طبعا كان يعني قبل فتح بوابات. اي لا، البوابات تقريبا فتحت 4:30. طبعا جمهور الخليج كان منتظر تنفتح البوابات، وصحيح فعلا فتحت بوابات تقريبا 4:30. الخليج ممكن في ظرف نص ساعة بس عبى الملعب يعني كامل جهة الخليج. نعم كامل مع بداية المباراة، لكن أيضا جمهور الهدى صحيح. وجمهور طبعا ما ابتدت المباراة اللي تقريبا الملعب ممتلي على آخره، يعني ما شاء الله حتى الهدى بعد قفل مكانه، وما شاء الله كان توافد للجمهور كبير صراحة، كان ملفت بعد، وكان يعني يليق كانها مباراة نهائي سوبر. جميل. في شيء لفتك عمار مثلا بين مشجعين الفريقين الهدى والخليج، مثلا اعمار المشجعين؟ بالضبط، كان اعمار يعني متوسط اعمار الخليج، الجمهور الخليج كان اكبر من الهدى، كان الهدى فيه شويه يعني متوسط اعمار اصغر. بالضبط، اصغر. يمكن انه هو منافس جديد. اي، وتوه قاعد يكون قاعده جماهيريه. من خلال اسئلتك عمار المشجعين الفريقين، كيف شفت ثقافتهم واهتمامهم بكرة اليد وتفاصيل كل فريق؟ والله شوف محمد، زي ما انت عارف طبعا اللعبة هي لعبة جماهيرية في القطيف، في منطقة القطيف، وشفت صراحة يعني حب الجمهور إلى كرة اليد، يعني ما شاء الله صراحة عشاق منذ الصغر، يعني ما شاء الله. طبعا وصلنا لنهاية حلقتنا الثانية من توك شو فينيكس. أشكر زملاء في أكاديمية فينيكس اللي شاركونا، سيد علي الهاشم، عمار النخلاوي، وابراهيم الخيري. الله يعافيك. ان شاء الله تكون حلقه خفيفه، الحلقه الثانيه، ونلتقيكم في حلقات مقبله، وفي امان الله. طبعا حطينا ترى كره دوري ابطال اوروبا هذه زياده على زياده.